هادشي هذا دار المنتخب المغربي. مبروك للمنتخب الاوكراني، لعب حتى الدقيقه الاخيره، تقاتل. الفالطه ديال المنتخب المغربي يستحقوا هاد الخساره هذه، يستحقوها بجداره واستحقاق. تخيلوا معايا الشوط الاول ما لاعبينش، ما كاينينش. على زعما شنو خاصكم تيجيبوا لكم شي فريق واعر عاد كتلعبوا نتوما، تلعبوا مع البرازيل ولا نلعبوا مع الارجنتين ولا نلعبوا مع اسبانيا ولا نلعبوا عاد كنوليو كنلعبوا مع شي فرقه ضعيفه كنوليو مشلين. تخيلوا معايا شوط اوكرانيا اللي لعبه، جا الشوط الثاني عاد فاقوا من القلبه هما تا تمارك عليهم البيت وعاد خاسرين، عاد كنوليو نلعبوا واخا لعبنا لاعبين فاشلين. تخيل معايا عطاونا بيلانتي، خرج ليهم واحد، بقاو لاعبين غا ب10 بطاقه حمراء، ومع ذلك ماركاو علينا بيت. اشنو هادشي هذا؟ النص ديال المغاربه دابا طالع عليهم السكر، خرجتوا علينا. هذا واحد شنقول لك كاميرا خفيه داروها لينا. كنا متخيلين غادي نلعبوا، غادي نشوفوا داك المنتخب اللي شفناه مع الارجنتين. لا، دابا الحل الوحيد هو ان فاش نبغيو نلعبوا خاصهم يبدلوا لينا السميه ديال هذوك اللي نلعبوا معاهم. كنا غادي نلعبوا مع اوكرانيا يقول لنا راه تلعبوا مع البرازيل، غنلعبوا مع شي فرقه طايحه يقول لنا هذاك راه هما بالبرتغال، شي وحده اخرى هذيك راه هي اسبانيا، وهكا باش نبقاو لاعبين. هذا هو الحل الوحيد. هادشي هذا اللي داروا المغاربه دابا هي مزيانه الصراحه، حيت هذه خاصها شويه تجبد لهم الودينات، وهذه هي الوقت المناسب اللي خاص يوقع فيه بحال هكا. ولكن هذا الشيء هذا راه مسرحيه كبيره، ومبروك عاوتاني الف مبروك لاوكرانيا على ديك القتاليه ديالها، ومن الدقيقه الاولى وهي كتلعب ما كتسناش تغلب، هي عاد تولي تلعب، وهذا هو الديفو ديالنا. تهلاو. ماشي لعاب، ما يجيب لك ريوصه، ما يجيب تحديات، ما يبيض بنادم، ما يجيب لك كورنين، ما يجيب لك كفره، ما يشوت للبوطو، ما يضرب القائم، ما يضرب الشبكه، ما يضرب البيت، ما تعرف يجري، ما يجيب لك لامان، ما يجيب لك بيلانتي، ما تعرف يلعب لامان. والحمار هاد السكردح ما باقيش خلينا هاد اللعاب، راه حمقني. وات ذا فاك، رانا ندخل نلعب احسن منه. هاد السكردح هذا جي ما خرج عنا. واو، وحق لك كون كانت الكره بحال هكا كون تلعب دابا انا في الصبليون وماشي عارف يدير والو. ضد اوكرانيا بشرفكم، وعدهم طرد، عدهم طرد. دقوا المغرب دق، بهذلوا المغرب تبهذل، وهسه يجوا لك المغرب ضد منتخبنا العراقي راح ينقلبون اسبانيا 2010. والحسين اليوم نشوف اداء المغرب يفشل، ولك ادائنا ايش قد فاشل اليوم احنا ضد المنتخب الارجنتيني. المغرب ضد اوكرانيا اللي قضيناهم ودقيناهم دق، بهذلوا المغرب تبهذل، وهسه راح يجون ضدنا بويا ينقلبون اسبانيا، يموتونا تموت. انتم منتخب تعبان، خلونا احنا نتاهل للادوار القادمه. بغيتي نفهم السي طارق سكيدوي كيفاش كتعمل التغييرات، مخرج رحيمي وبن صغير اساسيين في المنتخب
والاقوى في المنتخب والابرز النجوم في الهجوم ديال المنتخب، ومخلي الزلزولي اللي مقتول مره ما دار والو. زيدك حاجه اخرى، وحنا ضاغطين هاجمين لاعبين احسن من اوكرانيا ناقصه واحد وضاغطين، في الاخر يجيك الهدف وباي طريقه. دقيقه 99 نفس الطريقه ديال الارجنتين. واش حنا ما الدقيقه شعلنا مع الدقيقه هذه حنايا، شعلنا مع الدقائق الاخيره، واش ملاعبيه كيطيحوا لا فيزيك، واش ما كاينش الخدمه ديال لا فيزيك. شفنا تلاقينا جوج الاهداف في جوج المباريات في اخر دقيقه من المباراه وقت الاضافي. ودابا اجي شوفها 3 نقاط، كنا حنا الاولى اصبحنا حنا الثاني ولا الثالثين، كنا حنا الاولى. دابا عندنا الماتش مع العراق في اخر مباراه، مجموعه تربجت صبحت كلشي 3 نقاط، كنا عين نقطه بركه علينا. خسارة منتخب المغرب الأولمبي بهدفين مقابل هدف. أنا ما عم بصدق. منتخب أوكرانيا مطرود منه لاعب، وبوقت قاتل منتخب أوكرانيا سجل على منتخب المغرب. ومنتخب المغرب أهدر فرص بالجملة. يعني ضيع اليوم أهداف بالجملة منتخب المغرب. كان هناك رعونة من مهاجمين ولاعبين منتخب المغرب. منتخب المغرب اللي تكلمت عنه كل محللين كرة القدم العالمية وقالت إذا بدك تشاهد منتخبات أوروبا فعليك أن تشاهد منتخب المغرب. أنا مصدوم. خسارة منتخب المغرب أمام أوكرانيا